بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله. ان شاء الله هنحضر مع بعض النهاردة الفطير المشلتت او الفطير الفلاحي بكل تفاصيله. هنتكلم في عجينة الفطير المظبوطة يا جماعة، هنتكلم في فرد الفطير المظبوط، هنتكلم في سر تسوية الفطير عشان يطلع معاكي تمام، وهنتكلم بعد الفطير كمان ما يستوي إيه السر اللي بيخلّي الفطير طري ومورّق ويبقى جميل. وبُصّوا الشكل بتاع الفطير ده، النهارده أنا باورّيكم الفطير اللي إحنا عملناه كان تحفة في منتهى الجمال والروعة، وطلع مضبوط معانا ناجح من أول مرّة. بس إن شاء الله كده قبل ما ندخل في الفيديو يا جماعة، اللي لسه أول مرّة يشوف القناة بتاعتي ينزل يشترك لي ويحط لي لايك عشان الفيديو يرتفع بيكم باللايكات بتاعتكم يا جماعة. حطّوا لايك عشان الفيديو يرتفع يا جماعة، تمام؟ أنا باورّيكم الفطير النهارده كان معايا ما شاء الله. هنخش بقى في الفيديو على طول. أنا معايا 2 كيلو دقيق متعدد الاستخدامات يا جماعة، وجايبة شفشق مَيّة ونزلت فيه بمعلقة ملح، وقلّبت الملح بتاعي كويس أوي، وهابدأ إن أنا أنزل بالمَيّة بتاعتي على الدقيق بتاعي. بس أنا أورّيكم بالكوباية العادية بتاعة الشاي بتاعتنا، أنا هاخد كام كوباية لل2 كيلو دقيق. أنا سميت الله كده وحطيت أول كوباية، ودي تاني كوباية، ودي تالت كوباية كمان يا جماعة لل2 كيلو دقيق، وهنشوف النهارده ال2 كيلو دقيق خدوا قد إيه. ولو واحدة عايزة تعرف كيلو الدقيق بياخد قد إيه هتشوف نُص كمية المَيّة اللي أنا هاحطها النهارده. هابدأ أعجن، ويا جماعة أنا اتكلمت في كل فيديوهات الفطير، الفطير عايز عجين كويس أوي، لازم تعجني عجينة الفطير كويسة أوي، تمام؟ طبعًا أنا بدأت إن أنا ألِم الدقيق بتاعي كده بالمَيّة، دي الكوباية الرابعة خلّي بالكم اللي أنا باحطها دي يا جماعة. طبعًا أنا هاكلمكم عن الدقيق، لازم يكون دقيق كويس أوي اللي أنتِ بتستخدميه للفطير عشان الفطير يطلع ناجح معاكِ، لازم يكون دقيق كويس، تمام يا حبايبي؟ تمام مع بعض. أنا حاملة الكوباية ال5 أهيّة، دي الكوباية ال5، كل ده بالِم الدقيق بتاعي يا جماعة، بُصّوا أهو، هالِم الدقيق بتاعي كويس أوي، 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 كلّه المَيّة بالدقيق لحد ما الدقيق كلّه يختفي، وأعجن العجين بتاعي كويس أوي. طبعًا لو أنتِ عايزة تحطّي معلقة سُكّر، حُطّي معلقة سُكّر ما فيهاش أي مشاكل. معلقة السُكّر دي كلّها يعني إيه الفايدة منها يا جماعة؟ إن بتخلّي لون الفطير حلو، بتخلّي لون الفطير بعد ما يستوي وهو خارج من الفرن حلو. طبعًا أنا بدأت إن أنا لمّيت كل الدقيق بتاعي، وبدأت إن أنا قلِّت العجين كويس أوي يا جماعة. لمّيت كل الدقيق بتاعي وبدأت أعجن كويس أوي. طبعًا أنا باعجن حبّة وباترك العجينة دقيقة واحدة وارجع أعجنها تاني عشان العجين يربّي عرق. وهابدأ أنزل بالمَيّة تدريجيًا علشان خاطر العجينة ما تتطرّش منّي زيادة عن اللزوم، وعشان العجين برضه يربّي عرق لازم إن أنتِ تنزلي بالمَيّة تدريجيًا بالشكل اللي أنتم شايفينّي أنا باعمله ده. وبالِّت العجينة بتاعتي كويس أوي، وهاقول لكم دلوقتي في آخر العجين هم خدوا منّي مَيّة قد إيه، تمام يا حبايبي؟ بُصّوا، بالِّت العجينة بتاعتي كويس أوي، وكل ما أحس إن هي محتاجة مَيّة بانزل بحبّة مَيّة بُساط أو صغيّرين كده، وابدأ ألِّت تاني كويس أوي واعجن وادّي العجينة بتاعتي حقّها كويس، علشان خاطر يا حبايبي العجين يطلع مضبوط معايا. لازم تعجني واتركي العجين شوية لو أنتِ تعبتِ، وارجعي اعجني تاني. طبعًا أنا يا حبايبي هاعمل من ال2 كيلو دقيق دُولة النهارده هاعمل 3 فطاير زي الفل معاكم النهارده، وهنتكلم عن طريقتين هنعمل بيهم فرد الفطير. هنفرد الفطير النهارده بطريقتين إن شاء الله مع بعض. كل ما باحتاج مَيّة زي ما أنتم شايفينّي كده بانزل بحبّة مَيّة، وقلِّت كويس أوي، لازم العجين كويس أوي، تمام يا حبايبي؟ تمام مع بعض. أنا جايبة لكم العجين ومش فاصلة أي حاجة في العجين، عشان العجين ييجي معاكم من الألف للياء، تشوفوا إيه العجين أنا عجنته إزاي، تمام؟ تمام مع بعض. بُصّوا أنا لمّيت العجينة أهوّة، والعجينة نعمت معايا وبقت زي الفل، وطبعًا أنا بافضل أعجن لحد العجينة ما تنعم معايا وتبقى تمام. لمّيت العجينة بتاعتي كلّها أهيّة وباورّيها لكم، بُصّوا شكلها بقى ناعم وبقت في منتهى الجمال. هاحطها في الطبق بتاعي وهامسح وشّها مسحة زيت خفيفة، وهاتركها ترتاح 10 دقايق بس. مش عجين الفطير مش بيخمر يا جماعة، وما باسيبوش أكتر من 10 دقايق بس، علشان ترتاح وعرقها يبقى تمام معايا، تمام؟ كده هاركنها بقى 10 دقايق. بعد ال10 دقايق جبت الصينية بتاعتي يا حبايبي، مسحتها بمسحة زيت أهوّة خفيفة كده، وهابدأ أكوّر العجين بتاعي كِوَر صغيّرة
علشان وكور كبيرة. هاكوّر حاجتين 2 النهارده، كور صغيّرة وكور كبيرة. بُصّوا أنا باورّيكم العجينة بعد ال10 دقايق بقت بتمُط وبقت جميلة. طبعًا كوّري العجين بتاعِك وحاولي تخلّي الكور كلّها قد بعضها أهُم يا حبايبي، وهابدأ أحُط على الصينية بتاعتي الكور اللي أنا باكوّرها. طبعًا أنا هاكوّر الكور الصغيّرة دي وفي الآخر العجينة هاكوّر كور كبيرة عشان هاعمل بطريقة مختلفة فرد فطير تاني غير الإيه، غير التكويرة دي. بالِم عجينتي كويس أوي أهوّة معايا وألِم الكورة كويس عشان تبقى ناعمة، تبقى كويسة معايا في الفرد أهو يا حبايبي. وبدأت بعد التكويرة ديّة إن أنا إيه، هاكمّل الكمية كلّها مع نَفْسي، ولازم تغطّي العجين بتاعِك دوّة بكيس بلاستيك علشان خاطر ما يعملش طبقة أو قشرة على وش العجين. تمام مع بعض، تمام مع بعض. طبعًا أنا أغطّي العجين بتاعي دلوقتي وهتشوفوني بعد ما أخلّص الكمية أنا مع نَفْسي بقى، هاغطّي العجين بتاعي. كمّلت الكمية أهوّة يا حبايبي، زي ما أنتم شايفينّي كده، شغّالة إن أنا باكوّر العجين بتاعي. كده أنا كمّلت الكمية، ولو تلاحظوا أنا عاملة كِوَر صغيّرة وكِوَر كبيرة، وبامسح وشّها بمسحة زيت خفيفة كلّها أهيّة، أهو يا حبايبي. وهابدأ أغطّيها بكيسة بلاستيك علشان نشوف هنعمل إيه مع بعض النهارده في فرد الفطير بتاعنا. لازم العجين يرتاح، لازم العجين بتاعي يرتاح كويس. تمام يا حبايبي، باترك العجين كده يرتاح حوالي ربع ساعة كمان. بعد ما العجين بتاعي ارتاح وأنا عاملة بسمنة بلدي النهارده يا جماعة، النهارده سيّحت السمنة البلدي بتاعتي وجهّزتها وبدأت إن أنا أسمّي الله وأجيب أول كورة وأفرد الكورة بتاعتي الأولانية، وهاجيب الصينية اللي أنا هاسوّي فيها في الفرن على طول، وطبعًا بادهن الصينية دهنة سمنة أهوّة يا حبايبي، وأبدأ أحُط أول واحدة أنا فردتها وباضبطها في قلب الإيه، في قلب الصينية. وطبعًا على وِش كل واحدة أنا بافردها لازم أرُش رشة سمنة بين الطبقات يا جماعة، عشان الفطير يبقى مورّق وما يبقاش عامل زي العيش، مش هيبقى فطير هيبقى عيش. فردت التانية وهابدأ أرُش سمنة على وِش اللي أنا فردتها أهوّة، أهو بُصّوا باخد بإيدي وبارُش على كل واحدة أنا بافردها سمنة بين الطبقات، ده أهم حاجة. طبعًا يا حبايبي إن أنا عاملة مثلًا حوالي 25 كورة صغيّرين، وعاملة 4 كور كبار. تمام يا حبايبي؟ هابدأ إن أنا أعمل حوالي 15 كورة دول في واحدة. هتبقى فطيرة كبيرة شوية عشان الصينية بتاعتها كبيرة شوية، فهاعمل حوالي 15 كورة في الصينية اللي أنا باعمل فيها دي، وهاخلّي 10 كور في صينية صغيرة، والكبير اللي ورا ده هنفرده بطريقة تانية غير التكويرة الصغيرة اللي أنتم شايفينها دي. طيب تمام، عشان ما أطوّلش عليكم في الفرد يا حبايبي، أنا مش هافرد الكمية كلّها قدّامكم، بس أنا ورّيتكم أنا باعمل إيه، وهاورّيكم في الآخر هالمّها إزاي. تمام مع بعض، تمام. أنا كده إيه، باحُط بين الطبقات سمنة، وباحُط سمنة كمان تحت اللي أنا بافردها. بُصّوا يا حبايبي، أنا هاتكلّم معاكم على السمنة. السمنة افرضي بأي سمنة عندِك، عايزة تحُطّي سمنة بلدي على أي سمنة عندِك تانية متاحة ليكِ حُطّي، وحُطّي عليهم حبّة زيت كمان، تمام ماشي مع بعض. أنا النهارده فضّلت إن أنا أفرد الفطير بالسمنة البلدي، لإن عايزة تاكلي فطير صح فلاحي، اسمه فطير فلاحي، اعمليه بسمنة بلدي، هيطلع معاكِ زي الفل. أحلى فطير بتاكليه بسمنة إيه، بسمنة فلاحي أو بسمنة بلدي. بس أنتِ لو ما عندكيش الإمكانية اخلطي السمنة، حُطّي سمنة بلدي على نوع تاني هتطلع معاكِ زي الفل برضه. تمام يا حبايبي، تمام مع بعض. كل ما أفرد واحدة وأرقّقها وأخلّيها كويسة كده، باروح أحُطّها وأحُط على وشّها حبّة سمنة من اللي أنا عاملاها، وأجيب غيرها وأفردها يا حبايبي بالشكل اللي أنتم شايفينّي باعمله ده. طبعًا أنا مش هاخلّص الكمية كلّها قدّامكم علشان ما أطوّلش أوي عليكم. أهو يا حبايبي، أهو كل ما أخلّص واحدة باحطها واضبّطها في الصينية وأرُش على وشها رشة سمنة خفيفة، وأجيب غيرها وأشتغل في غيرها أهوّة. ودي طبعًا يا حبايبي ده الفطير ده أنا ما حطيتش غير ملح ومَيّة والسمنة البلدي على حبّة زيت، هو ده كل اللي أنا عملته في الفطير بتاعي النهارده. بُصّوا يا حبايبي أهو، كده خلاص أنا على وشك إن أنا خلّصت الفطيرة بتاعتي أهوّة يا حبايبي.
وطبعًا كنت مقطّعة كام واحدة كده على صينية تانية علشان خاطر الصينية ما خدتش ديّة، دي اللي فيها إيه، اللي أنا هاكمّلهم في الصينية التانية الصغيرة. طبعًا دي كانت كورة كبيرة شوية عن اللي أنا مكوّراهم صغيّرين أوي، بالِم بيها الفطيرة في الآخر وهاورّيكم دلوقتي هالِم بيها الفطيرة إزاي أهو. بُصّوا بقى يا جماعة بعد ما خلّصت حوالي 15 رِاق بالِم الفطيرة بدي بقى. بُصّوا لمّيتها إزاي، كده أنا لمّيتها وهاغطّي وشّها برضه بكيس بلاستيك وهاتركها تريّح عشان تتفرد معايا بسهولة. بُصّوا حطّيت على وشّها حبّة سمنة كمان أهوّة عشان ما يتعملش طبقة قشرة ولا أي حاجة، وهاغطّيها بكيسة بلاستيك بقى. طبعًا أنا كنت فردت بقى الإيه، التانية اللي هي فيها 10 وحدات، بس أنا ما صوّرتهاش علشان ما أطوّلش الفيديو، جِبت لكم الفرد التاني اللي أنا بافرد بيه يا حبايبي. دُولة 4 أنا مكوّراهم تكويرة كبيرة شوية عشان هاعمل بيهم طريقة تانية في الفرد هاورّيها لكم النهارده. بُصّوا يا جماعة أنا فردت أهوّة وهانطرها على الصينية وأفردها لمّا أوسّعها خالص على الصينية وبعدين هاطبّقها. بُصّوا شايفين الفردة بتاعتي اللي أنا فردتها بيها؟ أهو. ما شاء الله لا قوة إلا بالله الفطير معانا طلع زي الفل وتحفة النهارده، وإن شاء الله هيعجبكم. واللي يشوف الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعة جرّبوا الطريقة اللي إحنا عملنا بيها دي وإن شاء الله هتعجبكم في منتهى الجمال والروعة والله. بُصّوا بقى أنا طبّقت بُصّوا شايفينّي باطبّق الفطيرة إزاي؟ باطبّقها من كل الجناب. بُصّوا باطبّقها من كل الجناب أهو. طبعًا بابقى هتمسحي الصينية بتاعتِك برضه اللي أنتِ هتسوّي فيها بمسحة سمنة، باحط حبّة سمنة تانيين أهوّة يا حبايبي، وهاجيب الإيه، الكورة اللي بعدها، أنا عاملاهم 4 كِوَر. تمام، أهو بُصّوا أنا اختصرت عشان إيه، ما أطوّلش عليكم الفيديو أوي. فردتها وهارُشّها برضه سمنة، أهو يا حبايبي، شايفينّي وأنا بارُش السمنة أهوّة، وبرضه هاطبّقها وهاشيلها عشان أجيب اللي بعدها. بُصّوا التطبيقة أهو، باطبّق قدّامي الأول، وبعدين بالِف الصينية وأطبّق من قدّامي برضه، ألِف الصينية بعد حُطّي بين الطبقات سمنة علشان الفطير يبقى مورّق معاكِ، ده أهم حاجة. ألِف الصينية وأجيب الطبقة اللي بعدها وبرضه هاشيلها وأبدأ أفرد اللي بعدها. ممكن تحُطّي دي في قلب دي، بس أنا ما حطيتش دي في قلب دي، أنا حطيتهم على بعض وهابدأ أجيب الإيه، التالتة عشان أفردها. أنا كنت عاملاهم 4 يا حبايبي، هابدأ أفرد في التالتة أهوّة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا دي الطريقة التانية في فرد الفطير بتاعنا النهارده يا حبايبي، في طريقة برضه سهلة وفي منتهى الجمال وما فيهاش أي حاجة، ما فيهاش أي افتكاسة. بُصّوا، سهلة والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الفطير طلع معانا النهارده تحفة في منتهى الجمال. بُصّوا يا حبايبي، أنا بانطرها على الصينية قدّامي أهوّة، أنا مش مكبّرة الكِوَر أوي علشان خاطر على قد الصينية اللي أنا بافرد إيه، بافرد عليها. أهو يا حبايبي، هابدأ أرُش السمنة بتاعتي أهوّة، هاجيب بقى اللي أنا كنت فرداهم وحاطاهم في الصينية، أحطّهم في قلبها وهاطبّق عليها أهو. طبّقت عليها، ألِف بقى أنا للصينية وأطبّق من قدّامي، أحُط سمنة أهم حاجة علشان الفطير يطلع مورّق معايا وجميل. أطبّق التطبيقة ديّة وهابدأ أشيلها وأجيب الأخيرة بتاعتي أفردها دي آخر واحدة في الفرد يا حبايبي. أنا ما قطعتش معاكم الفرد لا يعني في الأولانية أو في التانية علشان تشوفوا إن أنا فردت ووصّلت الفرد بتاعي لحد فين، بس أنا في واحدة اللي هي الصغيّرة اللي أنا إيه، ما جبتهاش. بُصّوا يا حبايبي، الفطيرة دي والفطيرة الأولانية اللي أنا فردتها قدّامكم دول واخدين كيلو ونُص دقيق، الفطيرة الواحدة واخدة 750 جرام دقيق، الفطيرة الصغيرة اللي أنتم هتشوفوها معايا في الآخر واخدة نُص كيلو دقيق لوحدها، لإن أنا عاملاها ب10 كِوَر بس، الأولانية عاملاها ب15 كورة، دي عاملاها بال4 كِوَر الكبار، الصغيرة اللي أنا ما جبتهاش بقى فردها قدّامكم دي عاملاها ب10 كِوَر، فواخدة منّي نُص كيلو دقيق بس، 500 جرام، لكن دي واخدة كيلو إلا ربع اللي هو 750 والتانية برضه الأولانية واخدة 750. فردت الفطيرة كويس أهوّة، وهارُش وشّها سمنة كويس أوي، وهاجيب ديّة وأحطها في قلبها وأطبّقها تطبيقة كويسة، أهو يا حبايبي. طبعًا لازم إن أنتِ تحطّي سمنة كويس زي ما إحنا متفقين، أهوّة. هالمّها بقى لمّة كويسة كده يا حبايبي، وأشيلها وأحطها في الصينية بتاعتي بعد ما أطبّقها كويس، أهو. أشيلها بقى وأحطها في الصينية، وبرضه هاسيبها تريّح علشان خاطر أمّا آجي أفردها للخبيز تبقى ارتاحت وتتفرد معايا بسهولة. هاغطّي برضه وشّها بكيس بلاستيك وهاشيلها. كده الفطير بتاعي ريّح وبقى معايا تمام. طبعًا أنا كنت عاملة ديكها سايباها تريّح الصغيّرة، ما جبتهاش برضه، وبدأت إن أنا أفرد الفطير زي ما أنتم شايفين قدّامكم كده،
الفطير طالما ريّح بيتفرد معاكِ بمنتهى السهولة. بُصّوا بقى فرد الفطير بيتفرد معايا في ثانية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اتفرد بمنتهى السهولة. طبعًا أنتِ بتسخّني الفرن بقى وأنتِ بتفردي كده الفطير، بتسخّني الفرن قبلها ب10 دقايق وتعلّي الفرن بتاعِك على درجة حرارة عالية في الأول. لازم الفطير يخش على فرن سخن عشان ما ينشفش منِّك، لازم. وطبعًا بارُش على وشه بعد ما فردته كويس كده، بارُش على وشه حبّة سمنة أهو يا حبايبي، لازم أحُط على وشه سمنة. لو عندِك قشطة، قشطة وش اللبن ممكن تحُطّي قشطة، وممكن تحُطّي قشطة على سمنة هيخلّيه زي الفل معاكِ. أنا حطّيت سمنة بس أهوّة على وشه وفردته بالسمنة. وطبعًا الفرن بتاعي زي ما أنا قُلت لكم سِخِن دلوقتي كده معايا، وهابدأ إن أنا أسمّي الله وأخبز الفطير بتاعي وأدخّله على فرن سُخن زي ما إحنا اتفقنا. تمام يا حبايبي، كده دخّلت أهوّة الفرن، شايفين الفرن أنا بدأت أوطّي الفرن كان أعلى من كده وبدأت أوطّيه. باورّيكم الفطيرة اتنفخت إزاي، بُص بقت منتفخة في الفرن وجميلة زي لسه ما استوِتش يا جماعة، بس باورّيكم إن الفطيرة انتفخت وبقت زي الفل. طبعًا أنتِ الفرن بتاعِك بيبقى عالي في الأول وبعد كده بتوطّيه. بُصّوا، دي كده شكل الفطيرة بعد ما استوت يا جماعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الفطير طالع بيضحك من الفرن، طالع زي العسل، ما شاء الله. دي أول واحدة أنا باورّيها لكم أهيّة وأنا مطلّعاها من الفرن. طبعًا هادخّل التانية وهتشوفوها دلوقتي. طبعًا هي الأولانية بتاخد 12 دقيقة يا جماعة في الفرن، التانية خدت معايا 10 دقايق بالضبط. بُصّوا، أنا باورّيها لكم، باورّيكم هي منتفخة وجميلة إزاي. أهي التانية طلّعتها من الفرن هي كمان أهيّة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خدت 10 دقايق بس في الفرن، لإن الفرن سِخِن كده كويس. هادخّل بقى التالتة الصغيّرة أهيّة اللي أنا عاملاها ب10 كِوَر يا جماعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كانت زي الفل برضه معايا. بُصّوا كانت ما شاء الله، أهي دي التالتة بتاعتي. وكده الفطير بتاعنا بعد ما سويناه يا جماعة كان في منتهى الجمال النهارده. الفطير على فكرة يا جماعة كان سُخن جدًا، ولو أنتِ عايزاه يبقى مورّق وحلو وطري وجميل معاكِ، اصبري عليه وغطّيه بعد ما يخرج من الفرن، هيتطرّى بعد ما يبرد وهيبقى زي الفل. أنا هنا كنت شايلاه، اعذروني لإن أنا كنت باصوّر الفيديو، فكنت عايزة أخلّص الفيديو بتاعي، فكان سُخن عليّا جدًا، حتى ما كنتش عارفة أقطع الفطيرة عشان أورّيكم التوريقة بتاعتها، لإن الفطير كان سُخن عليّا. بُصّوا شايفين جماله وحلاوته؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان في منتهى الجمال. اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا يا جماعة، ما ينساش يشترك لي في القناة ويحط اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصّلكم مننا كل جديد، وما تنسوش تصلّوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.